5 حاجات محتاج تعملهم عشان تعرف تحفظ كلمات بطريقة مناسبة. أول حاجة وهي الactive calling، بمعنى إن أنت بتستعيد أو تستدعي الكلمات دي. أنت مثلًا بتحفظ كلمات، بتجيب page معينة من الكلمات، تحاول إن أنت تخبّي الArabic أو تخبّي الEnglish، تخبّي الترجمة بتاعته، بتحاول إن أنت تستدعي الكلمة مش مجرد إن أنت بتقرأ. طيب تاني حاجة وهي الspaced repetition، إن أنت بتعمل تكرار متباعد. أول مرة بتعيد الكلمات دي بعد 3 أيام، تاني مرة 7 أيام، 14 يوم وهكذا. والطريقة دي بتشتغل على منحنى النسيان عندنا، لأن إحنا بننسى الحاجة لما مش بنستخدمها، دي حاجة طبيعية جدا. تالت حاجة وهي contextual learning، بمعنى إن أنا بوظف كل كلمة بستخدمها سواء في باراجراف، سواء في essay، سواء في جملة. ودي أفضل طريقة من وجهة نظري، ولكن هي بتستغرق بعض من الوقت شوية. ورابع حاجة كانت dual coding، ودي بمعنى إن أنا بربط كل كلمة جديدة بتعلمها من خلال إن أنا بربطها بصورة ذهنية معينة، بربطها بشخص معين، بربطها بسلوك معين. تمام؟ إن أنا شفت منظر جميل قدامي فأنا بقول عليه wonderful، بربط المنظر ده إن هو على طول بكلمة wonderful، بربط الكلمة دي بالمنظر ده. خامس حاجة وهي interleaving practice، بمعنى ان انا بخلط بين مواضيع مختلفة وانا بتعلم كلمات. بمعنى ان انا بتعلم مثلا كلمات عن الترافلينج، عن السفر، فهحاول ان انا مثلا اتعلم معاها كلمات مثلا عن الكلوز، عن اللبس. وده احنا بنحاول ان احنا نشتغل عليه من حيث ان احنا بناخد كلمات جديدة وكلمات قديمة، فاحنا بنخلط بين المواضيع اللي انت بتتعلمها. ودول كانوا